صباح الخير عليكم، نهار جديد ووصفة جديدة كيما العادة. اليوم إن شاء الله راح ندير معكم كانيلوني، يعني كغاتا بطريقة جد سهلة. بسم الله، نشوفوا معي المكونات. هنايا عندي كانيلوني بواطة، راح ندير غير حبيبات منها. تاني عندي حبة بصل كنت ربيتها في الأشواغ، سنينات تاع توم. عندي شوية فيونداشي كمية قليلة، وعندي تاني 2 حبات طوماطيش كنت رحيتهم. أول حاجة راح نخدمها يا البنات هي فيونداشي ديالي. نحكم هكذا مقلة نسخنها، ندير فيها شوية مرقرين وشوية تاع زيت. نخليهم يسخنوا شوية. نرمي هذاك البصل دوك تشوفوا معايا. هنايا نرمي هذاك البصل، تحبوا ترحوه تحبوا تقطعوه لكم حرية الاختيار. فوالا انا نحبو يتقلى لي مليح مليح، يعني يتكرمل شويه باش نرمي هذاك الفيونداشي. نخليكم تشوفوا هذا المقطع كيفاش راهو يطيب ونتلاقى بكم. مازالني نقلي فيه دوك تشوفوا. نرمي هذاك الفيونداشي. فوالا، ولا تحبوا بولي اشي يعني تاني تجيب الدجاج بزاف بنين. هاد الطريقه على طريقتي، نعطيكم كيفاش درت الكانيلوني. يعني غليت وما حبيتش نديرو هكداك، باسكو علاش كنديرو هكداك لاباط هذيك تكون شويه قاسيه ماشي طيبه، وحنا تزيريين شويه مسوسين، لازم تكون حاجه طيبه على قانيها. هنايا رميت 2 سنة تاع توم، رحيتهم ونص خليته في لاصوص طوماط. فوالا، هنا راح نزيد لي زيبيس. عندي بوفغ نوار، فلفل اسود، عكري، الملح. رميت شويه تاع كركم، رشه صغيره برك. هنا نبدا نقلي فيه. راح نزيد له معدنوس، تعرفوني نحب معدنوس. نخليه يتقلى لي غير بالعقل. نخليكم تشوفوا هذا المقطع. هنايا كنت زدت المعدنوس. هنايا بعد ما نقليه يا البنات ويطيب لي، راح نجوزو في الاشواغ، يعني حاجه خفيفه برك. هذا ما كان باش يزيد يترحالي باسكو حسيتو شويه شايد روحو. فوالا، نزيدو شويه وراح نطفي عليه النار. بيان سور هذا الحشو لازم يبرد باش نحشيو به. هنايا في نفس المقله اللي قليت بها اللحم، راح ندير لاصوص طوماط دوك تشوفوها معايا. هنايا 2 حبات طوماطيش كما قلت لكم، سكرفشتهم كما تقدروا ترحيهم في الاشواغ نورمال. نزيد لها ورقه تاع رند، ثوم. فوالا، نزيد هنايا السكر، معدنوس. نزيد هنايا السكر مغرفه صغيره باش تعدل لي الحموضه تاع هاد لاصوص طوماط. هنايا زدت الملح وتوابل، ملح في الكحل، العكري، وشويه كركم. انا نحب في لاصوص طوماط شويه كركم. فوالا، هنايا زدت لها الماء، قيس نص كاس تاع ماء. فوالا، نخلوها تتقلى مليح. كي نشوفوها عقدت شويه نطفي عليها النار. هنايا نجوز الكانينولي ديالي. هنايا خلاص راه دوك نزيد لها شويه نطفي عليها. هنا هذا هو. فوالا، البنات هنا راح نغليه شويه في الماء. كنت وجدت المرميطه ديالي بيان سو، خليت الماء يسخن مليح، رميت رشه تاع ملح ورميت هذا الكانيلوني. فوالا، نحسب واحد 7 دقائق ونحيهم على نار قليله ماشي نار قويه، باسكو قلت لكم لو كان نديروهم هكذا راح يجوا شويه ماشي طايبين. فهمتوا؟ حنا الجزائريين بزاف ندقوا في هذه التفاصيل. صافي لازم نغليوها شويه برك، ماشي حتى نطيب، لا لا، نص طياب. ومن بعد راح تكمل الطياب ديالها في الفوغ مع لاصوص طوماط والبيشاميل. فهمتوني؟ فوالا، دوك نحيهم. هنايا بعد ما صفيتهم مليح وبردوا، شوف الله يبارك، نحركهم نورمال ماشي مكسرين. فوالا، هنايا ندوز نحشيهم بهذاك الفيونداشي بعد ما جوزته شويه في الاشواغ. باسكو جاني شويه قطع شويه خشان، على بها حبيتو انا يكون مرحي مليح. هنا زدت المعدنوس باش يزيد البنه في هذا الحشو. ونحشي الكانيلوني ديالي. ما عجبتنيش بالمغرفه، على بها استعملت يدي. كما تعرفوا ما كاش كيما اليد. فوالا البنات، نخليكم تشوفوا هذا المقطع كيفاش نحشيهم ونتلاقى بكم.
بعد ما حشيت الحبيبات دياولي نجيب المول تاع الكراطة تاعي، ما ندهنو ما والو، ندير هذيك لاصوص طوماط، ندير طبقة خفيفة منها، فوالا، ونفرش هذاك الكانيلوني ديالي، هنا زدت لها شوية تاع ما، اون سي جامي هكا باش طيب لي هذيك المقارون هذيك، قلت لكم مقاروني يعني نحي هذيك الورقة تاع الرند، انا كنت حابة نخليها باش تزيد تنكه لي هاد الكراطة تاعي، مي نورمال ديجا لاصوص طوماط فيها ريحة الرند. يعني والله البنات هاد الماكلة شحال بنينة شحال بنينة، هادي بزاف مليحة في الايامات الشتا والبرد، باش نقول لكم علامة كيما يقولوا. هنايا خلاص بعد ما كملت راح رشيت شوية رشة تاع معدن مستعرفوني مضروب عليه، نروح نخدم البيشاميل ديالي، ارواحوا معايا تشوفوها. هنايا خلاص راح نفرش شوية طوماطيش لاصوص طوماط اللي قعدت لي بيان سور، فوالا. ما تجيكمش كامل قارصة، علاش رمينا لها السكر، اللي ما تحبش السكر اللي عندها زرودية في الدار تسكرفج زرودية وتخليها طيب مع لاصوص طوماط، باسكو زرودية تنقص هذيك الحموضية، فوالا. نجوز نخدم البيشاميل ديالي، خلاص. هنايا عندي شويه فرماج باش نخدم به البيشاميل ديالي، اللي ما عندهاش هاد الفرماج دير تاع الحبات وخلاص. انا عندي مغرفه بيان بومبي ديال لا مارغرين، نخليها تذوب باش نزيد هذيك مغرفه كبيره تاع فارينه، نحمصها مليح باش نزيد الحليب حوالي نص لتر تاع حليب وشويه، مغرفه تاع فارينه كبيره. لا ما خليتهاش حتى تشد روحها هاد الفارينه، رميت الحليب دوك تشوفوا استعملت الحليب تاع الساشي عادي جدا. نتوما ديروا 2 كيسان ونص تاع حليب، انا درت عين ميزاني باسكو مدريه نخدمها، فوالا. انا حبيتها شويه ليكيد ماشي شايده روحها باش الكانيلوني يطيب فيها، هذا هو المغزى من ما خليتهاش تنشف، فوالا. نزيد رشه تاع ملح ورشه تاع فلفل اسود، فوالا. هذه هي نخلطها، دوك البنات نخلطها غير بالعقل باش نرميها فوق كغاتا ديالي. حنا استعملت كلش في مقله واحده يعني غسلتها برك، نرمي هذاك الفرماج باش يزيد يبنن، هاد الفرماج، ونخلي شويه باش نزين به. المهم حتى تبدا تبقبق هذيك البيشاميل، نتوما تنحوها وتفرغوها مباشره فوق المول ديالكم، دوك تشوفوا، فوالا. انا خدمتها غير بالمغرفه بلا فوي بلا حتى حاجه فوالا. انا دقتها خلاص راهي بدات تعقد، دوك نطفي عليها النار، بسم الله. نفرغها فوق الكراتان ديالي. هنايا الفوق تاعكم تكونوا شعلتوها من قبل من التحت ولا من الفوق كيما تحبوا، ونبدا نرمي هذيك البيشاميل بهذه الطريقه. انا كنت حابه نحبطها شويه، هذه هي. هنايا نرش لمسه اخيره تاع فرماج وخلاص. البنات وصلنا لنهايه الفيديو، هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، كانت كانيلوني. ان شاء الله تكون عجبتكم، وصدقوني تجي بزاف بنينه، ماشي بالشهاده تاعي، يعني الزوج كلاها وعجباتو، تحب البنينه. على بالي قلت لكم هذه وصفه تاع الشتاء باسكو جايه سخونه ودافيه وبنينه، بنينه ان شاء الله تكون عجبتكم يا البنات، على بالي بلي راح تجربوها. المهم حنا نتلاقاو في فيديو اخر، تهلاو في روحتكم، سلام.